لاعب الرجاء الجديد، لاعب الترجي السابق هاني عمامو، السن ديالو 26 سنه، كيتعتبر باقي لاعب اللي صغير في السن، بنيه جسمانيه رائعه جدا، في الطول متر 89، في التدخلات قوي جدا، عنده توقع جيد للكره، عنده التدخلات الانتحاريه. تنظن بانه لاعب غيكون في المستوى وغيكون ربح كبير لفريق الرجاء البيضاوي، رغم انه ما لعبش مقابلات كبيره كيف ما كنشوفوا هنايا. في المان تو مان كيكون قوي، التدخلات ديالو ما كيتقلبش بسهوله. هنايا كنشوفوا التوقع ديالو للكره، وهناك كذلك ما كيتدريبلاش بسهوله، لاعب كيتوقع الخصم فين غيلعب الكره. كنظن بانه هذا اللاعب هذا غينفع فريق الرجاء البيضاوي، وبالخصوص في هذوك المواجهات المباشره مع المهاجمين. الارقام ديالو هاد السنه كانت ضعيفه شويه، اذ انه لعب 13 مقابله مع فريق الترجي الرياضي، وكامله ما كانش رسمي، لان كنعرفوا فريق الترجي عنده توغاي وعنده مرياح، مدافعين اللي تبارك الله بارزين في تونس. وهنايا غادي نشوفوا التمريرات الطوليه ديال اللاعب، هذوك التمريرات طوال اللي كيديروهم المهاجمين. تنظن بانه جيد في التمريرات الطوليه على حسب لا فيديو اللي كنشوف، التمريرات عنده زوينين، وتيكسر بها داك الخطوط ديال الدفاع ديال الخصم، ومركزه يعني كيف ما كنشوفوا هنايا في لا فيديو. لاعب اللي كيف ما تنقولوا كيعرف يخرج الكره، هذه اهم نقطه الدراري، واللي هي ما تيخافش من الضغط، وهذه مهمه بزاف. هنا الاكستيريور باش عطاها المهاجم، هنايا غيربح المسافه ديال الملعب وغيلعب تمريرات طوليه، وهذه هي اللي كنبغيو في فريق الرجاء البيضاوي، هي اللي كان كيدير مقدم بالضبط. هنا التمريرات الطوليه اللي كيكسر بها خطوط الدفاع وبالضبط وسط الميدان ديال الفرق. هاد التمريرات الطوليه مهمه جدا. كنظن بان اداره ديال فريق الرجاء البيضاوي داروا هذا الانتداب وعزلوا هذا المدافع لهاد التمريرات الطوليه ديالو. انا كنشوفوا تدخلات على مستوى الراس ولا التدخلات العاليه، كيدخل مزيان بالراس ديالو، جاني حتى من المقدم في القوه ديالو في التدخل وفي لا ديطونت، وكيفاش كيهبط كره بالراس، جاني احسن من المقدم بكل صراحه. ولكن المقدم حتى هو كيتميز عليه بميزات افضل واحسن. هنايا كنشوفوا القوه ديالو والهدوء، كيفاش كياخذ الكره وكيلعبها. ها هي مان تو مان مع لاعب، كيفاش كيدور الكره وكيفاش كيلعبها. هنا كيبين بان هذا اللاعب هذا راه لاعب جيد وجيد جدا، وبالخصوص كيعرف يلعب برجليه. شوف كي غيراوغ المهاجم وغادي يلعبها بسهوله. وهاد اللاعبين هما اللي كيلعبوا في الرجاء البيضاوي. هنا كذلك كيفاش راوغ المهاجم وخرج الكره ولعب باس صحيح. هنا ايضا كيفاش لعبها مع وسط الميدان. زعما لاعب اللي في المستوى ما كانش محظوظ، لانه كيفاش كيخرج الكره ما كانش محظوظ، لانه كيف ما قلت لكم كاين توغاي وكاين مرياح، لاعبين اللي كبار في تونس. هنا كذلك كيفاش كيراوغ وكيفاش كيخرج الكره. ان لاعب رقيقي بالستيل ديال افضل من المقدم كاع في التمريرات ديالو، ونتمنى انه ينجح. هنا تدخلات ما تيتقلبش بسهوله. هنايا خرجها نقيه. هنا كذلك في الضغط كيلعبها مزيان. وهاد المدافعين هما اللي خاص الرجاء، ان الرجاء البيضاوي كتقلب على مدافع بروفايل اللي لاعب وسط الميدان ماشي مدافع. خصو يعرف يخرج الكره، خصو يلعب في الضغط، خصو ينزلها يلعبها مع الزنيتي. وهذه هي الصعوبه ديال البحث عن مدافع فريق الرجاء البيضاوي. كنظن بان هذا اللاعب هذا غيكون ربح الفريق الرجاء البيضاوي، ولكن مقابلات يلعب مع الترجي مقابلات قليله بزاف، غيكون عنده نقص في التنافسيه،
وكنظن في انه في التربص اللي غنديروا في تونس ولا غنمشيو اسبانيا يوجدوه مزيان بدنيا ويكون في فورما، لان اللاعب ما لعبش بزاف في المقابلات وخصو يخدم في هاد التحضيرات هذه. هذا الشيء اللي كاين. نخليكم مع بعض اللقطات في الفيديو، ولاعب جيد جيد جيد.